عسل نحل طبيعي في الامارات يا جماعه. انا عايز اقول لكم المنظر صعب. يا جماعه انا داخل مزرعه في الامارات دلوقتي وربنا يستر. داخل عند خليه نحل يا جماعه، والنحل اللي فيها جاي من مصر. ربنا يستر يا جماعه، قرصه تيجي هنا ولا تيجي هنا، ربنا يستر. يلا تعالوا. البوكسات دي كلها نحل، مئات الالوف من النحل المصريه موجوده في الامارات. جماعه انا ماسك نحل طبيعي في ايديا من غير ما لابس البتاع اللي الراجل لابسها ديت. احنا كده لبسنا البدله اللي هنخش بقى ايه، خليه النحل. خليه عسل نحل في الامارات طبيعي. والصراحه يا جماعه اول مره اشوف خليه عسل نحل طبيعي في الامارات. بص الشمع يا باشا، عسل نحل طبيعي في الامارات يا جماعه. انا عايز اقول لكم المنظر صعب. يا نهار ابيض، نحل مصري في الامارات بيعمل لنا عسل طبيعي. جماعه انا بقالي سنتين في الامارات ما شفتش عسل نحل في الامارات طبيعي. المنظر يا جماعه بص عامل ازاي، شايفين؟ اتقرصت قرصه في صبعي يا جدعان قسما بالله، يعني حاجه جامده جدا. ربنا يستر. خش 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 خش. في الامارات ومناعتك ضعيفه، عسل نحل طبيعي جبتهولك. جايب لك عسل نحل طبيعي ما فيهوش اي سكر في الامارات. عسل النحل مذكور في القران، اي حاجه عندك عليك بعسل النحل. طالع من المزرعه في الشهامه في ابو ظبي على المحل في دبي. وبعد ما جمعنا العسل النحل الاصل اللي موجود في المزرعه في الشهامه في ابو ظبي، وجينا على مركز الفرع بتاعه دبي. دبي يا جماعه المنفذ البيع. عارفين ده ايه؟ ده غذاء الملكات. الجرام منه يعادل 10 كيلو جمبري بالمكسرات وحبوب له. ايه يا جدعان ده؟ عندنا الاستخدام الطبيعي، ليه نلجأ للحاجات التانية يا جماعه؟ المكان ده كنز 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 كبير. بص المنظر عامل ازاي. ودي كانت اول مره اخش مزرعه نحل يا جماعه بتبيع كل انواع العسل. المهم يا جماعه الجهاز ده استوقفني، ده اسمه جهاز استنشاق، موجود في المزرعه والراجل عامله فري لاي حد ممكن ياخده يستخدمه علشان يتعالج من الربو. بيحطوا لك العسل هنا جوه وتمسك دي كده اهوت يا معلم وتستنشق. ومنفذ البيع موجود في دبي جنب السوق الصيني. هسيب لكم العنوان وارقام التليفونات تحت في الديسكربشن.